عندك كركبه كتير ودوشه كتير في دماغك واوفر ثينكينج وموضوعات كتير 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 واكله دماغك ومش عارف تتخلص منها، تعالى اقول لك على طريقتين تقدر تتخلص بيهم من اي موضوع شاغل دماغك وشاغل تفكيرك بنسبه عاليه جدا. اول طريقه ورقه وقلم وابدا اكتب الموضوع في صيغه اسئله واجوبه س وج. ازاي الموضوع حصل وامتى زاد وامتى تفاقم وازاي احله وازاي اتخلص منه. كل الاسئله اللي بتدور في دماغك اكتبها واكتب الاجوبه بتاعتها على الورقه والقلم. طيب الطريقه الثانيه لو انت مش حابب تكتب، ابدا اتكلم مع نفسك واسال نفسك شفوي كده بالكلام. ده بيعمل ايه؟ ده بينقل الموضوع عندي من الشق الايمن للمخ اللي هو المسؤول عن الفوضى والمسؤول عن المشاعر والمسؤول عن الانفعالات والمسؤول عن التوتر واللي هو بيزود عندي الاوفر ثينكينج. ده بينقله للشق الايسر من المخ اللي هو المسؤول عن الترتيب والمسؤول عن التحليل والمسؤول عن الخطوات الفعليه، ان انا ابدا اخد خطوات فعليه احل بيها الموضوع. الطريقه دي اسئله واجوبه هترتب دماغك وهتهدي الموضوع.